ولكن شو اسباب الخساره برايك الشخصي؟ الفوارق البدنيه ولا شو؟ لا ما في اسباب والله. منتخب البحرين لعب اليوم وادى اللي عليه سوى كلمه، بس ما في كان استغلال فرص من قبل فريقنا يعني. بس وفريق استراليا استغل فرصه واحده وسجل فيها يعني. للاسف يعني كان ودنا نكمل في البطوله، واليوم مثل ما شاف الكل ان منتخبنا يعني في اداء، في روح، في حماس، كان بالامكان نفوز بالمباراه. يعني ما ادري شو اقول. شو اللي صعب المهمه اليوم؟ انا شفت الامور كلها كانت طبيعيه والامور ماشيه لصالحنا، وصلنا الجول، ضيعنا فرص، بس الجول اللي دخل يعني ما كان له داعي يدخل، يعني ما كانت لعبه مرسومه ولا شيء. بالعكس يعني بالنسبه لي انا كان في فرص التسجيل بالنسبه حق اسماعيل ولا غير اسماعيل، بس النهايه هاي التسجيل توفيق من رب العالمين. توفق يمكن ما توفق، يمكن الحارس اللي كان ضدنا شويه كان متالق نوعا ما. نقول الحمد لله رب العالمين، نحن طلعنا بصوره طيبه، كان بامكاننا ان نفوز، بس الهدف لخبطه وضربنا في الشوط الاول. نقول الحمد لله رب العالمين. والله طموح كل الفريق يعني جاي البطوله، احنا كنا جايين ننافس صراحه. كنا طموح الاول ان انت تجتاز هالمجموعه، مجموعه قويه كانت. اذا اجتزناها يعني لكل حادث حديث، بس ما هو رب العالمين ما هو وفق. على الكره البحرينيه مو مكتوب لها تفرح، يعني انا يعني اكثر من مره مساكين الجمهور واصل لغايه هنا جمهور كبير. والله يعني احنا نتاسف على هالجمهور، يعني ما هم مقصرين ويانا في كل مكان في البحرين. تاكد شفت المباراه اليوم، فريق يعني جمهور مال المدرجات، بس يعني ايش تسوي؟ تعرف المشاركه يعني كل مشاركه تختلف عن مشاركه. احنا الاصابات اللي كانت عندنا لو كان الفريق الاصابات اللعيبه الموجودين كان بتشوف صوره الفريق في صوره افضل، وكان بيكون اقوى من اللي هو عليه. لكن احنا عندنا البديل قاعدين، شفت الفريق قاعد يجاري الفرق الكبار. مجموعتنا من اقوى الفرق اللي هم استراليا وكوريا، قدرنا نجاريهم وسجلوا علينا كوره من اخطاء، يعني اخطاء من الفريق نفسه. لو كان القرار بيدك توصي باستمرار سلمان؟ انا اتمنى مواطن انه يكون يستلم المنتخب.